السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي الغاليين، كل عام وانتم بخير. معكم راميتال رامي سليمان، صاحب مؤسسة راميتال لجميع اعمال الالمونتال والبي سي والبوليلاك والاكريليك وجميع انواع المطابخ الحديثة المتميزة. اقول ايه على التميز واقول ايه على الابداع بعد الجمال والعظمة اللي انتم شايفينها دي. بصراحة الخامات فرقت معانا كتير قوي، وكل يوم جديد وكل يوم في تميز وكل يوم في حاجات حديثة متطورة زي ما حضراتكم شايفين. للمرة الثانية على التوالي داخل مدينة الإسماعيلية خامة الجرين بورد. خامة الجرين بورد اللي ثبتت وجودها. طبعا شفتوا المطبخ اللي فات كان حاجة عظيمة جدا. ما شاء الله بعد ما العملاء بتوعنا شافوه قالوا احنا عايزين من الخامة الجميلة دي، بدل في ضمان معاك ان شاء الله نفس الكلادن. فبدأنا ان احنا نعرض الوان افضل وشكل افضل. معانا الشكل الخشابي للون الخشمونيوم او لون الخشبيات. معانا تصميم هنا ممتاز خالص، هتشوفوا دلوقتي وهنتكلم دلوقتي على التصميم ازاي تم، ولون البلاط ولون الخشب مع بعض، لون الباركيه تحت. اللون بصراحة والشكل معانا تحفة التحفة، غير التعب وغير المجهود العظيم اللي مؤسسة راميتال ما شاء الله عملته النهاردة فوق الخيال. حاجة عظمة. طبعا ده الطبيعي بالنسبة للشباب بتاعتنا، ربنا يبارك فيهم فرد فرد. ربنا يبارك فيكم يا شباب ويجعلكم دايما شغلكم متميز وفي ميزان حسناتكم جميعا. طيب مميزات شغلنا وتصميماتنا النهارده. طبعا احنا جينا ناخد المقاسات هنا في المطبخ، كان الوضع مش هو ده خالص دلوقتي. طبعا لازم نحط اللمسه بتاعتنا. ما كانش الحوض ولا الغساله في المنطقه دي، كان الحوض هنا. الحوض كان هنا الحوض كان هيبقى هنا تمام. وفي نفس الوقت برضه معايا البوتاجاز هنا بحكم الغاز الطبيعي. وطبعا معانا البلت ان، ونفس الوقت معايا غاز طبيعي تاني للفرن عشان الفرن طبعا بلت ان برضه، فكان لازم يبقى فيه شويه تنظيم وتعديل. طلبنا من العميله بتاعتنا ان هي تعدل لنا الحوض والغساله في المنطقه دي، خصوصا ان كان معانا سباكه اصلا بس كان مش شغالين. طلبنا ان الغساله تكون معانا هنا والحوض يكون هنا، خصوصا ان الشغل كله معانا من تحت. يعني هيجي معانا خلاط شجره وهيبقى الامر طبيعي مفيش اي مشكله خالص. في الحاله دي انا بعت الحوض هنا والبوتاجاز بعيد معايا خالص، يبقى والفرن هنا والتلاجة هنا. يبقى انا كده حافظت على مثلث الحركه اللي متفقين عليه. مثلث الحركه يا جماعه اللي احنا نبعد عن الميه عن البوتاجاز عن الاجهزه الكهربائيه، يبقى كل حاجه متوزعه ومنظمه صح الصح زي ما حضراتكم شايفين. كان معانا دوران كبير، انا مش عارف بصراحه الدوران هنا ايه وضعه وايه لازمته في المكان، خصوصا ان هنا الصاله اصلا ولقينا الدوران على الشكل ده. كانت العميله بتاعتنا برضو طلبت ان احنا نسيب المكان ده فاضي بدون اي مشكله معانا، ولكن طبعا احنا ما تقبلناش الوضع واخدنا المقاسات بتاعتنا ان احنا نطلع لها دوران كبير زي ما حضراتكم شايفين، ويكون كمان استغلال مساحه كبير وعظيم زي ما انتم شايفين معانا. ما شاء الله تخزين كبير خالص، نقدر ان احنا نخزن معانا هنا حاجه كبيره وعظيمه. طبعا هنا عملنا العقرب بحيث ان المساحه تكون كبيره، ما يكونش الضرفه مفتوحه كده مش هيعرفوا يستغلوها. مساحه كبيره معانا. دي الاول كده دي كده. طبعا فصلات سوفت كلوز زي ما حضراتكم عارفين، فصلة بتقفل معاها لوحدها. النهايات طبعا حافظنا عليها بالشكل. الرخام طبعا ما شاء الله لمسات باشمهندس حسن، تسلم اللمسات الجميله المتميزه. دولاب النظافه. دولاب النظافه طبعا حبينا ان احنا نفصل الدوران عن المنطقه دي. هنا النظافه بتاعتنا مقشات
هنا مكان الصواني. التلاجة ان شاء الله هتيجي، لسه الاجهزة الكهربائية كلها ما جاتش. التلاجة هتبقى هنا، تخزين كبير عميق معانا. مكان الفرن بيلت ان طبعا ما شاء الله، شايفين حاجة عظمة طالعة برضو، نظام بيلت ان كما يجب ان يكون. الدرج العميق، استغلال مساحة كبير. هنا الدرج السحري للمعالق والشوك والسكاكين. هنا نيش برضو فوق، طبعا الازاز الاسود الظرف جميل. طبعا لسه هنا في ليد هيركب وكده كهربائي، لسه هينظم ده. هنا الدوران معانا والشغل اللي فوق العظيم اللي حضراتكم شايفينه ده، ركنيه كبيره برضو. هنا بقى لازم نتكلم على اللمسه العظيمه اللي حصلت هنا. باشمهندس نادر النفتي العظيم اللي ابدع بقى وطلع التحفه الجماليه دي، والباشمهندس عبد الرحمن اللي ابدع واخرج الاخراج اللذيذ اللي حضراتكم شايفينه. في فيديو عامله وهو بيشغلين كده مش واخدين بالهم كده، ونظمنا ان شاء الله هينزل لكم الفيديو في الكواليس، تابعونا. الضلفه اللي فوق برضو بالنسبه للشفاط الهرمي. الشفاط الهرمي احنا قلبنا حاله وعملناه زي نظام المسطح، ان احنا غطينا كل الدنيا دي، وعملنا هنا للطرد بره ماسوره ستانلس زي ما حضراتكم شايفين، مفيش اي حاجه باينه منها وطالعه على بره على طول. برضو النهايه من هنا نفس شكل الضلفه ان شاء الله. طبعا الشفاط الهرمي اتكلمنا عليه في فيديوهات كتير موجوده على القناه للشفاطات الهرمي وطريقه تنظيفها وشغلها. طبعا دي فلاتر داخليه بتتنضف كل فتره تحت الحنفيه، مفيش مشكله. بعد كده بتركب على الوضع ده. السرعه طبعا 1، السرعه 2، السرعه 3، على حسب طبعا عدد الشغل اللي موجود على البوتاجاز. طبعا البوتاجاز بيلت ان اتفحر له داخل الرخام الاسود الجلاكسي على الشكل ده. الادراج والعظمه هنا في دراجنا طبعا ولمساتنا الجميله، حاجه عظيمه خالص. هنا مكان للخوص، الثوم والبصل وخلافه. الهوايات طبعا علشان المشاكل اللي ممكن تحصل وكده. شكل حاجه عظيمه جدا ما شاء الله. مساحات، استغلال مساحه كبير قوي هنا للتخزين، حاجه عظيمه معايا خالص هنا في المنطقه دي. حبيت ان انا اكبر المنطقه دي على قد ما اقدر بالنسبه للاستغلال المساحه. نفس الوضع هنا ما شاء الله ما شاء الله، حاجه تحفه. لو تلاحظوا معايا هنا تخزين كبير تحت وفوق، حاجه عظيمه جدا. تمام. حتى العمود استغلينا الخلع بتاعه هنا برضو، تخزين ما شاء الله. مكان الحوض اتكلمنا عليه. معانا هنا 2 نيش مش نيش واحد، اللي هو وريناه لكم دلوقتي. وفي الداخله برضو معانا نيش هنا، تقسيم كبير وعميق بعمق 60 سم، حاجه عظيمه خالص. من تحت حاولنا ان احنا ما نسيبش حاجه ما تكونش مستغله. هنا الدراع المنطبق السوفت العظيم اللي مخصوص لخامه الجرين بورد. مطبقيه طبعا تخزين جميل. هنا لمسه الباشمهندس عبد الرحمن برضو لمسه متميزه هنا في الوضع ده. المقابض بيلت ان السمرة دي بالاختيار الجميل ان شاء الله. مش عارف، انا مش عايز ابطل كلام على الخامات والحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها دي. طبعا البودي الداخلي او الضلفه الخارجيه جرين بورد، الخامه من الداخل قطاع مكسيم الحديث، قطاع مكسيم افضل
وانسب قطاع نقدر نطلع بيه شكل الخشب بالظبط. طبعا حضرتك شايف دلوقتي خامة الخشب او شكل الخشب، لكن الخامة ألمونيوم 18 تمام، قطاع مكسيم الحديث 18، بخلاف بقى الاتنين ونص والتلاتة في تلاتة والاربعة في اربعة والكلام اللي بتسمعه في الفاضي ده. كل ده لا يعني ارقام او اشكال او انا يهمني الشكل. الخامة خامة بيور مليون المية. يعني ايه بيور؟ يعني خالية من اي اكسدة، خالية من اي سكراب، خالية من اي مشاكل ممكن تواجهها بالنسبة للألمنيوم، ان كان في صدى، ان كان في مسمار هيعمل اكسدة معاه او اي مشكلة من المشاكل دي مش هتواجهها خالص بالنسبة للخامات البيور. هي ديت معنى كلمة خامة بيور بالنسبة للألمنيوم. قطاع مكسيم الحديث من افضل واجمل القطاعات الموجوده، بنعتمدها مليون المية. خامه الجرين بورد خامه المتميزه، بديل الخشب اللي نضمنها مدى الحياه بدون اي مشاكل نهائيا هتواجهها نهائي. شرحناها ووضحناها في فيديوهات قبل كده، تقدروا ترجعوا للقناه ووضحنا وكشفنا الخامه من ايه بالظبط وايه وضعها. خامة ممتازة متميزة. كل الشكر وكل التقدير للمهندسين العظيمة اللي حابين المجال وكل يوم بيضيفوا وكل يوم في تميز عندهم. حبايبي واخواتي الغاليين، كنتم مع راميتال، رامي سليمان صاحب مؤسسة راميتال لجميع أعمال الألمنتال والمطابخ الحديثة المتطورة، بوليلات، اكريليك، كلادنج، بي في سي، جميع انواع الشبابيك، كل حاجه هتلاقوها عندنا. حتى لو مش عندنا هنفيدك وهنوجهك هتعمل ايه وهتظبط مملكتك ازاي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، احنا بصراحه ارهقنا في المطبخ ده بالذات. مش عايز اقول لكم ان احنا طالعين من الفجر النهارده في اسماعيليه لعند الساعه 2 بالليل، يعني الوضع خلاص. بحبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.